البريسباريكس حل كويس للاشخاص اللي هم بيعانوا من فرط تعرج في الايدين القدمين تحت الابط. الاشخاص اللي هم عندهم مشكله وراثيه، يعني ما ينفعش فجاه يظهر عندك فرط تعرج وتروح تاخد البريسباريكس. هو كويس في كل حاجه، يحتوي على ماده فعاله اسمها الومنيوم كلورايد، ودي بتقلل من افراز العرق من الغدد العرقيه. ولكن خلي بالك، هو كويس مع الاشخاص اللي عندهم مشكله وراثيه، يعني ما ينفعش يظهر عندك فجاه فرط تعرج في ايدين قدمين تحت الابط وتروح تاخد البريسباريكس. خلي بالك كويس من نقطه انا هقول عليها. موضوع فرط التعرج ليه اسباب كتير، اسباب مرضيه او اسباب متعلقه باخذ الادويه او اسباب نفسيه. التغير في الهرمونات عند المراه زي انقطاع الطمث، الامراض المتعلقه بالقلب والاوعيه الدمويه، مرض السكر، السرطانات والالتهابات الشديده في الجسم، المشاكل المتعلقه بالجهاز العصبي زي مرض الشلل الرعاش، الباركنسونيزم. بالنسبه للادويه، مسكنات وخفض درجه الحراره وادويه المتعلقه بالاكتئاب، كل دي اسباب ممكن تسبب فرط تعرج. لذلك خلي بالك كويس جدا ان لو ظهر فجاه لازم زياره طبيب، لان طبعا لازم يقوم بشويه تفحوصات طبيه علشان تطمن على نفسك. انا بشوف ان البريسباريكس حل كويس، ولكن زي ما قلت مع المشاكل الجينيه اللي هي متعلقه بالجينات اللي هي وراثيه، يعني ما ينفعش المشكله تظهر فجاه وتاخد مضادات تعرج، لازم تراجع طبيب الاول. بالنسبه للبريسباريكس هو كويس، بيتاخد من مره لمرتين في الاسبوع، يتم وضعه قبل النوم على بشره نظيفه جاف، وبينغسل الصبح، يعني تصبح تغسله. خلي بالك هو ممكن يسبب احمرار وتهيج في الجلد، ما ينفعش يوضع على اماكن مفتوحه، الجرح ممنوع، المناطق الملتهبه في الجلد ممنوع، لازم منطقه من الجلد تكون نظيفه وكويسه وما فيهاش اي مشاكل. اكيد طبعا لو سبب لك مشكله وعمل لك تهيج في الجلد وسبب لك حساسيه ما ينفعش تستخدمه، ودايما استشير الطبيب او صيدلي او حد متخصص يقدر يوجهك صح. وما تنساش الاشتراك علشان يوصلك كل جديد، وما توفيق الا بالله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.